دي يعني فتفوته كده من القصه التانية اللي وراها قصص وحكايات وروايات. ايه هي القصه التالتة اللي محدش يعرف؟ القصه المعلنه اللي احنا طول الوقت شايفينها، القهوه الحلوه الشيك، الورد، الصور الحلوه، الفيديوهات المتمنتجه، المكان الحلو. تمام، حلو قوي، حياه مثاليه. دي القصه الاولى. القصه الثانيه القصه اللي جوه البيت، القصه اللي محدش يعرف عنها حاجه. شايفين الصوره دي؟ الصور دي مش من على النت او انا اخدها من اي حته. الصور دي من بيتي. ايوه يا مؤمنه، والله العظيم من بيتي. ليه وامتى وازاي وايه اللي حصل وعشان ايه والموضوع وكان وكنا والكلام ده كله ما يخصش حد. لا والله، خليكي في حالك. عايشه في القصه دي بقالي سنه وشويه. بضحك لان انا قسيت وعانيت و قصص طويله عريضه يعني ما تخصش حد. طب بتقولي ليه ما اصلا الموضوع ده؟ هقول لك. انا بقول لك ليه. هقول لك عشان خليكي في حالك، عشان مش من حق اي حد يسال اي حد في حاجه هو مش مضطر يحكيها. مش من حق اي حد يدخل في حياه اي حد. قصه الكركبه في البيت. الكركبه مش قصدي بيها الكركبه العاديه اللي بتحصل يعني كركبه التنظيف والكلام ده، لا. كركبه الحياه اللي بتحصل في بيت كل الناس. كركبه الحياه اللي بتحصل مع البيت والولاد والاهل والصحاب دي القصه التانية اللي مش معلنه لحد. انا مش همشي طول الوقت اقول لكل واحد تعالى احكي لك قصتي، احكي لك الحاجات اللي مضايقاني، تعالى. لا طبعا، ما فيش حد بيحكي الكلام ده. اغلب الوقت احنا بنوريكم الصور الحلوه. اغلب الوقت انا لما اجي اعمل القهوه وتتقلب مني كده، انا مش هاجي اقول لك اتفرجي القهوه باظت، اكيد لا. طبعا هعمل قهوه جديده واظبطها لك وامنتج الفيديو واوريك اتفضلي القهوه متظبطه. هو ده اللي احنا بنعمله في حياتنا. احنا بنوريكم الصوره المثاليه بس. الناس البلوجرز والناس المشهورين والناس الناجحين اللي انتوا طول الوقت بتشوفوا فيديوهاتهم وصورهم وقصصهم وحكاياتهم ومناسباتهم وميك اب وخروجات وسفريات ورايح وجاي وكلام من ده. طيب تمام، حلو قوي، صوره مثاليه حلو. بس الناس دي ده شغلها. الناس دي بتعمل كده عشان ده شغلها. الناس دي عندها برضو قصتين تانيين. الناس دي برضو اكيد مش مرتاحين في حياته، اكيد. و100%. ليه 100%؟ عشان احنا كلنا كده. عشان اكيد كل واحد عنده قصتين تانيين انت ما تعرفش عنهم حاجه. ارجوكم ما تركزوش على القصه الاولانيه في حياه اي حد. القصه الثالثه بقى، ودي اهم قصه، القصه الجوانيه، القصه اللي عند كل واحد فينا. قصه اولى وقصه تانية وقصه ثالثه. احترم خصوصيات الناس اللي معاك. احترموا ان مفيش حاجه اسمها في حياتنا مثاليه. ارضى بحياتك وما تبصش في حياه حد. كل ما تشوف قصه معلنه لحد افتكر كويس ان في قصتين تانيين انت مش عارفهم. والله العظيم ما تعرفهمش. وما تدوروش دايما فضولكم ياخدكم ان انتوا تعرفوا ليه ده عمل كذا وليه ده راح وليه ده جه والكلام ده كله. طول الوقت مصور لبسنا الحلو، مكاننا الحلو، قهوتنا الحلوه، فيديوهاتنا الحلوه، سفرياتنا الحلوه، مناسباتنا الحلوه. بس انا مش هصورلك وانا متنرفزه وانا متعصبه وانا بتضايق وانا بتعارك مع ولادي وانا بعمل مشاكل محدش بيعمل كده. واللي بيعمل كده بيعمله في مشهد تمثيلي او بس عشان يكتسب منه حاجه. تمام، ارجوكم ما تدوروش على المثاليه في حياتكم.